عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه فراخ حلوه جدا، كل ولادنا بيحبوها مع رز. يلا بينا على الوصفه نشوف هنعمل ايه مع بعض. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين معانا فراخ ومعانا بهارات. النهارده ان شاء الله هنعمل معانا تشيكن ستريبس. النهارده هنعملها بطريقه حلوه وسهله جدا، زي الجاهزه بالظبط. يا رب تعجبكم. وهنعمل جنبها ان شاء الله هنعمل جنبها الرز بتاعها اللي هو الرز الريزو. تمام كده. يلا بينا نتبل الاول الفراخ، ننقعها ونسيبها بساعتين 3، وبعد كده نروح نعمل مع بعض الرز. تمام كده. هنا معايا انا صدور فراخ اهي، زي ما انتم شايفين ده السمك بتاعها بيبقى تمام كده. ومعايا بهاراتي، معايا توم باودر، معايا بصل باودر، معايا بابريكا، معايا فلفل اسود، معايا ملح، بس كده. ومعايا ميه، مفيش معايا اكتر من كده. ده اللي هنقعها دلوقتي. وطبعا لسه في خطوة تانية اللي هي بتاعة الدقيق، بس هنسيبها الاول تتنقع شوية في التتبيلة بتاعتها دي. يلا بينا بقى نعمل التتبيلة ونركنها شوية. هحط معايا المية بتاعتي والبهارات بتاع نص كوباية مية زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي اقلب كله حلو قوي اهي زي ما انتوا شايفين. وابتدي احط الفراخ. طبعا الفراخ بتاعتنا مغسولة زي ما انتوا عارفين بالملح والليمون، وطبعا متصفية وزي الفل. هبتدي انقع بقى الفراخ بتاعتي، احطها كلها. ابتدي ادخلها كده جوه التتبيله زي ما انتوا شايفين كده. عايز ستريتش او كيس نايلون المتاح عندك. استريتش كده تمام. واروح قطعه وفي التلاجة على طول. اسيبها بقى ساعتين 3 كده لغاية لما تشرب من التتبيلة بتاعتها دي. وبعد كده نروح نعمل الرز ونكمل خطوات الفراخ معانا الستريبس. نشوف هنعملها ازاي. نحطها في التلاجة ونروح نعمل الرز ونرجع تاني نشوف بقية الخطوات معانا. ورحنا على البوتاجاز هنعمل مع بعض الرز. معايا انا 2.5 كوباية رز مغسولين ومنقوعين، طبعا رز مصري عادي. ومعايا معلقتين كاتشب ومعلقتين صوص الباربيكيو اللي احنا عملناه مع بعض. ومعايا بصلايه صغيره تمام. ومعايا زي ما انتم شايفين في الحله معايا 1.5 معلقة سمنه ومعلقه زيت. ومعايا بصلايه صغيره هبتدي احطها تشويحه بس صغيره، تشويحه كده طبعا. ومعايا ملح، تشويحه بس مش هحمرها. وبعد كده اروح نازله بالرز اهو زي ما انتم شايفين. انا مش هحمرها، هبتدي انزل بالرز بتاعي. انزل بالرز، نزلت بالرز بتاعي هبتدي اشوحه تشويحه كده حلوه. والكتل طبعا شغال معايا على الميه بتاعه الرز. انا شوحت الرز تشويحه حلوه. هبتدي احط الملح بتاعي واشوح تاني برضه. هبتدي انزل بقى بالكاتشب بتاعي، 2 معلقة الكاتشب ومعلقتين الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه. نبتدي نقلب الرز وبعد كده نحط الميه. هبتدي بقى احط عيار الميه بتاعي
زي ما انتم شايفين كده، واغطي بقى عليه. اول ما يستوى نرجع تاني مع بعض نشوف بقى، نعمل الفراخ، نكمل بقية الستريبس بتاعتنا. تمام كده، يستوى بقى ونرجع تاني نشوف هنكمل بقية خطواتنا ازاي. وعملنا الرز زي ما انتوا شفتوا، وعدت معانا ساعتين. انا تبلتها ساعتين بس. يلا بينا بقى نبتدي نغلفها ونشوف هنعملها ازاي. انا معايا هنا ميه ومعايا دقيق. الدقيق مش حاطه عليه حاجه خالص غير شويه ملح بس صغيرين. تمام كده. هبتدي هعمل ايه بقى؟ هبتدي اطلع الفراخ بتاعتي، احطها كده جوه الدقيق. لو عايزه التتبيله دي تحطيها للفراخ وتشيليها في الفريزر بحالها كده، تبقى عندك جاهزه، هيبقى الموضوع برضو سهل بالنسبه لك، هيبقى الموضوع حلو قوي. تمام كده اهو زي ما انتم شايفين. هنعمل كذا واحده معاكم، وبعد كده نروح على القلايه نقلي مع بعض. تمام، هنعمل دول بس كده مع بعض دلوقتي، نركن دول اهو. انا حطيتهم في الدقيق كده. تمام، هبتدي احطهم في الميه. معايا كده مصفى صغيره زي ما انتم شايفين، هحط كده في المصفى. وابتدي احطهم في الميه، اغطسهم كده في الميه، وارجعهم تاني على الدقيق عشان يعملوا لي كفر حلو في الفراخ. تمام كده، بس كده. وابتدي اغلفها تاني بالدقيق زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام، وابتدي برضو احطها في المصفى، انزل كل الدقيق اللي معايا ده اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ارصها كده، نبتدي نقليها. اعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها. تمام اهو. انا هكمل كل الفراخ اللي معايا بنفس الطريقة اهو زي ما انتم شايفين. هنقلي مع بعض دول، وبعدين دول انا هعملهم بقى بعد كده براحتي. يلا بينا على القلاية نقلي الكمية دي ونرجع نغرف الطبق بتاعنا مع بعض. ورحت على القلاية زي ما انتم شايفين. هنبتدي نحط الستريبس بتاعنا. حطيت كل الكمية اللي احنا عملناها مع بعض اهي زي ما انتم شايفين. تستوي معايا بقى وتتحمر. لسه اهي معانا ما خلصتش اهي زي ما انتم شايفين، قربت. خلصت معانا، هو اللون ده اللي انا عايزاه. حطي عليها بقى ونرجع تاني زي ما انتم شايفين نغرف مع بعض طبعا. خلصت معايا وصفتنا الفراخ والرز زي ما انتم شايفين، حلوة جدا، جربوها مش هتندموا. يا رب وصفتي النهاردة تكون نالت رضاكم وعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.